السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشني خالص. يا رب يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قبل ما يتمناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اجمعين يا رب. حبايبي بصوا، ان شاء الله هنعمل النهارده ايه؟ السمك الايه البورتي الجميل ده كده، السمك الاسكندراني، السمك الخفيف في الصيف. طبعا في خفيف وفي تقيل. انا بقى ايه مع التكات اللي هقول لكم عليها. ده سمك بقى هعمله بالثوم بس كده وطماطم، وهيبقى باحلى صلصه خفيفه وجميله، وشويه رز صياديه كده، وطبعوني بس هتفرجوا ايه، وشويه مسقعه بقى بالتكات مين تيتا حبيبتي. يلا بينا، تعالوا بقى على الحلقه كده نشوفوا ايه هنعمل ايه احلى سمك. ماشي يا حبايب قلبي، السمك البلطي الجميل دوت كده هيبقى احلى سمك ان شاء الله. حبايب قلبي دلوقتي بهارات السمك احنا بصوا هنحط بقى ايه، كمون وشطه وشويه كزبره ناشفين بيدوا طعم جميل قوي للثوم، وقرنين فلفل احمر كده. بصوا، بصي كام حبايه توم كده على قد السمك اللي انت عاملاه. وهبتدي بقى ادقهم بقى باللون النحاس الجميل ده كده، بتاعت الزمن الجميل. بص يا حبايبي كده انا دقيت طبعا التوم وهم بخرتهم اهو. بصوا، ببتدي احشي قلبه كده حتت صغيره طبعا عشان احنا ايه هنعمله بصلصه يعني، مش هيبقى مقلي بس، هيبقى مقلي وبصلصه. فحته توم صغيره ليه، احنا هنحطه برضو توم في الطماطم ان شاء الله، مبقاش يعني توم ياما قوي. بصوا كده بسيط قوي كده. احلى حاجه اللي انت كده تحققي السمك حلو. وطبعا هخلص الكميه وهبتدي بقى ايه هديله كده ايه. بصوا، رشه ايه ملح، ورشه ايه كمون تاني. طبعا انا حاطه فلفل احمر، ما حطيتش بقى شطه. فالحامي ده على حسب ما انتي ما بتحبي. بصوا بقى كده انا بحطه كده في جلده، بصوا من بره كده، وبنطقه زي ما بيقولوا كده اهو. بصوا بقلبه شمال ويمين ويمين وشمال لغايه ما تبقى ايه. بصوا، وتسيبيه بقى ساعه ساعتين، كل ما بتصفي التتبيله بيدي طعم. بصوا الباذنجان ده بقى انا خرطته وحطيت عليه شويه ملح، نزل ميه بص ميه كتيره كده. طبعا ده كده بقى ايه ما شربش زيت معاكم. بس يا حبايبي الطماطم اهي انا كنت قسمها نصين اهو، بقطعها تاني عشان تبقى سهله على الخلاط والكلام ده. طبعا كلنا شاطرين وعارفين وبنعمل كل الحاجات دي في بيوتنا. ف اهو بصوا، طبعا انا بدي حبه ميه صغيرين جدا عشان في سبيل الخلاط ايه يبتدي يشتغل ايه معايا. انا في الاول كنت شويه حاطه ميه في الخلاط حبه صغيره قوي كده قد ربع كوبايه، وهو شغلت عليه بقى ايه الطماطم. ابتدي بقى انزل بقى كده ايه بالطماطم كلها ان شاء الله، الايه الشفشق هيكفيها اهو. بصوا البصل الكتير ده حبايبي طبعا للرز، رز السمك وكده، رز الصيادية. طبعا الاسكندرانية بيقول عليه اسمه رز الصيادية. لفيت طبعا كده ايه خلاطي وشيلته. بس جبت منديل بس كده عشان في شوية كده جمع الرخامة بس. بص يا حبايبي انا بحب اخرط كده فصين 3 توم بس كده، بعد كده احمرهم كده تحمير كده لونهم كده روز كده بسيط، وابتدي انزل عليهم بقى ايه بالطماطم. بصوا من احلى للسمك ده اللي انتي بصي بتعملي سمك خفيف كده، ممكن تعمليه بقى ايه بصل وثوم وتدخليه الفرن كده، بيبقى تقيل شويه، بيبقى عايز جو حر شويه. اما بالنسبه للجو اللي هو الحر ده بيبقى عايز حاجه خفيفه. هما شويه طماطم بشويه، بصوا بشويه توم كده، وتسبكي بقى تسبيكه حلوه، وتزودي بقى شويه ميه التسبيكه كده وتبقى خفيفه، وتحطي بقى فيها السمك يبقى احلى طعم سمك. بص يا حبايبي كده انا بعمل ايه، شويه خل صغيرين، دي كده المسقعه. فبنزل عليها ايه بشويه طماطم متخرطين، وبرضه هديهم عصير طماطم ان شاء الله. بس دي بقى بتدي طعم قوي كده، بتدي ايه يعني، يعني طماطم بقى مضروبه في الخلاط وطماطم برضه متقطعه قطع، فبتدي طعم حلو قوي زي بتاعه المحلات بالظبط. بص يا حبايبي انا عايزاكم كده اي حاجه كده يعني ايه عجبتكم قولوا لي عليها، ولو مش عجباكم برضه قولوا لي عليها، واحنا مع بعض برضه ايه او بنستفادوا من بعضينا.
وحشني خالص يا احلى متابعين. وما تنسوش بقى الاشياء بتاعتي كده، اللايك والشير والحاجات دي كلها. حبايب قلبي اهو حبايبي، هنخرط كده البصل طبعا ده بالنسبه للرز، وتقطعي كده البصل اللي يعجبك وتحمري بطريقه جميله. شفتوا البصل بقى وصل كام؟ البصل شفتوا، بقول البصل ايه، اتلخبطت. شفتوا البصل وصل ايه؟ طبعا كل الدنيا كل دلوقتي بتشكي على البصل وعلى الطماطم وعلى الاسعار دي كلها. هنعمله ايه بقى؟ الحمد لله يا ربنا يا رب كده يعني خفضوا لنا الدنيا شويه كده، بس عشان الدنيا تمشي مع الناس كلها يا رب. وعشان حبايبنا برضه، حبايبي اللي هم برضه ايه، في ناس برضه على قد حالها وكده، بتبقى يعني نفسها تجيب بصل على سمك على رز على الدنيا دي كلها. فالاكله بصراحه بتكلف كتير قوي بالنسبه لهم. وربنا يعين كل واحد على بيته وعلى حياته والكلام ده كله، وان شاء الله ربنا اللي جاي احسن باذن الله. يتفائلوا خير، بس ان شاء الله اللي جاي احسن. وطول ما انتي بتعملي الاكل بحب كده، بص هيطلع من اسهل ما يمكن، وبامكانيات بسيطه، وان شاء الله بتعملي احلى اكل برضه. كفاكي بقى يوم، كفاكي اتنين، انتي ممكن تظبطي حياتك زي ما انتي عايزه باذن الله. طبعا دي شويه بقى مسقعه كده، وطبعا شويه سمك معمولين مع المسقعه، مع شويه سلطه، مع شويه رز. لا بسم الله ما شاء الله، بيبقى جميل جدا وطعمه لذيذ وحاجات كده. بصوا حبايبي، انا بالنسبه لي انا كده ليا في الخياطه وكده، فانتوا لو حبيتوا مثلا اوريكم برضو جنب القناه دي خياطه. انا كنت في الاول بعمل دي ودي، فبقالي كتير يعني ما صورتش حاجات من الخياطه وكده، فلو انتوا عايزين اكتبولي. وطبعا بشكر حبايبي اللي من العراق اللي بيكتبوا لي ودايما بيدعموني بالخير والكلام ده كله، وانا اشكركم على كل حاجه قلتوها حلوه من في حقي. ويعني برضو اكتبولي كده وخلونا مع بعضينا شويه. وما تنسوش بقى اللايك والشير، برضو ده بيرفع في الفيديو كده وبيظبط لنا الحياه شويه. انا لسه قناتي ما اتفعلتش وكده، وبتمنى ان شاء الله تفعلها هي طبعا بلايكاتكم وبالكومنتات وبالحاجات دي كلها. ان شاء الله هنبقوا احسن ناس وكده، والاشتراك اهم حاجه. بص بقى الطماطم بقى نزل، بص قصدي البدنجان نزل ميه قد ايه، كتير جدا، قد كوبايه ميه يعني قد مج ميه كده. ليه؟ عشان حطينا ملح وسبناه ايه، اتصفى كده شويه، يعني بقاله ساعه متخرج بصراحه. نزل كل الميه اللي فيه. اهو بصوا حبايبي، الطاسه بتاخد كتير اهو برضو كده، عشان متخرط صغير زي المحلات بالظبط كده، مكعبات. حبايب قلبي، احلى اكله النهارده جميله ان شاء الله. هنعمل مسقعه جميله جدا بالطريقه الاسكندراني بتاعت المحلات، من احلى يعني بصي اما بتاكلي كده يعني ايه، عارفه احلى مسقعه كده في الصيف. طبعا هي من غير لحمه مفرومه عشان مع السمك، بس هتبقى طعمه. بصي يعني اعملي فول كلي جنبها مسقعه، اعملي فلافل كلي مسقعه، اعملي عجه كلي جنبها مسقعه. دي المفروض تبقى في التلاجة في الصيف على طول، تطلعيها فعلا مسقعه كده وتاكلي السندوتش بتاعك، تبقى احلى اكله باذن الله. حمر بنجان وارجع لك. حبايبي قلبي، واحد كده هنقلي بدنجان بقى، واقول لكم بقى نعمله ايه. بصوا بقى بدنجان لما اتقلى كده ولونه، بصوا اللون الجميل ده المحمر كده، كل ما تطلعيه فاتح كل ما يدي طعم كده معسل في الطماطم والكلام ده كله. يعني ما تشعوطيش حاجتك وتحطيها في الصلصه بتغمق، خلوها لون كان فاتح وجميل. بص يا حبايبي، ربنا يعين كل واحد كده على اللي عنده بقى الايام دي دروس، ولا عنده ثانويه عامه، ولا عنده اعداديه، ولا عنده ابتدائي. كل الحاجات دي كلها ربنا يعينكم يا رب على كل ما عندكم، ان شاء الله يكون عندكم الخير يعني. دايما برضو تخلصي اكلك وتخلصي حاجتك في سبيل برضو العيل قبل ما يروح الدرس يتغدى. كل ده بيظبط معاه. بصوا طبعا بيبقى قاعد كده مصحصح للدرس، مبيبقاش قاعد في تفكيره انا هتغدى امتى، انا هروح امتى، المدرس دوت او المستر دوت هيبتدي يخلص لي امتى عشان انا ابتدي امشي. ليه؟ كل الحاجات دي بتشتت العين، عكس ما يكون المعدة شبعانة الدماغ شغالة. اه طبعا الام بتتعب في الدراسة وبتتعب في كل الحاجات ديت، بس بتبقى احلى وقت عندها اللي تاكل عيلها وتغديه كده وتخليه ياخد الشاور بتاعه وينزل ياخد درسه.
فكل الحاجات دي كلها بتخلي العيل جميل، والمدرس حبه ليه مصحصح له برضه. وبصوا بقى اللوجة بقى الجميلة دي اللي لسه ما دخلتش بقى مدارس ولا حضانة ولا أي حاجة، هي كل هدفها دلوقتي مستنية المام بتاع تيتا، كل هدفها في الدنيا كده مستنية امتى هتغدى. بصوا تيتا بتقول لكم بصوا ما تنسوش ايه اللايك، بص طب امان عليكم بقى اعملوا لايك عشان لوجين. ماشي يا لوجي، يعملوا لايك عشانك. عايزه ادق في الهون، بقول لها لا خلاص احنا خلصنا الهون كده. تحب تقولي التوم قوي قوي باللون النحاس ده، تقعد في الارض تقول لي هاتي يا تيتا دقه عنك. ابتدي بصوا اقلي السمك بقى وتطلعي السمكه بتاعتك ايه، يعني محمره طبعا فوق وتحت وكده، واللون الحلو دوت الجلد و... وطبعا توقفيه على سيفه على دماغها في سبيل تنزل ميتها، وتبقى احلى سمكه ان شاء الله. حمرنا بقى الرز وحطينا ملحنا وفلفل اسود بتاعنا، هو بهاراته كده ملح وفلفل اسود بس للرز الصياديه. ويا سلام بقى لو انتي قليتي اول طاسه سمك وخدتي شويه زيت حمرتي بيهم البصله، لا بتنقلك في حته تانية خالص. بصوا يا حبايبي انا ابتديت كده اهو، بقول لكم اللي انا سقطت الكام سمكه دول، فاضل لي الاتنين دول بس اهو. هيتحمروا طبعا، احطهم فوق الصلصه كده. طبعا ما بياخدش غلوه كبيره قوي مع بعد الصلصه تسبكي تظبطي ميتك وظبطي كل حاجه ليه، عشان الصلصه مع الدقيق مع السمكه مع كده بتتخن سنه الصلصه معاكي، فانتي من الاول بتديها تخفيف كده في سبيل ما تسقطي السمك. بينزل بقى جمال السمكه كده، الزيت مع الدقيق مع التحمير مع كده بيخلي الصلصه بتاعتك تقيله وجميله. والله كانوا شويه سمك، والله كانوا عايزينكم، اقسم برب العز كانوا معسلين بطريقه رهيبه. هبتدي بقى اعمل لكم اهي السلطه كده. بصوا انا عاملاها ايه، مش سلطه رفيعه كده، لا انا عاملاها كبيره سنه في سبيل اللي ياخدها بالشوكه كده مع الجرجير كده مع شويه الرز تبقى جميله وحلوه. بصوا حبايبي كده اهو شويه سلطه كده اتعملوا خلاص، وبعد كده بقى ان شاء الله باذن الله كده نغرفوا الاكل وننهوا بقى ان شاء الله الفيديو كده بالصلاه على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير حبايب قلبي.